اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. النهارده هنعمل معاكم وصفة الجبنة القديمة أو المش. الجبنة القديمة دي طعمها يامي يامي يامي، جربوه مش هتندموا. آه آه هيجربوه على طريقة ايه؟ الشيف ماما. اه. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان اول لما انزل فيديو تبقى اول ناس تشوفوه. انا شايفاكوا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. وصفتي النهارده كانت مطلوبه من المتابعين بتوعي، وطبعا انا ما اقدرش اخر وصفه لاي حد من المتابعين بتوعي وطلبها مني. بحبكم كتير في الله، ويا رب اتمنى او انول ان انا بلبلكم كل طلباتكم وكل اللي بتطلبوه مني ان شاء الله. الطلب مني اكتر من مره لما كنت بدخل معاكم لايف، احنا عايزين نعرف طريقة حفظ الجبنة القريش. المش اللي بنعمله بالطريقة الفلاحي بنعمله في حاجة زي الفخار كده او آنية زي الفخار كده، وبيحطوها وبيحفظوها في الفخار ده. يعني بتاخد درجة الحرارة بتاعت الفخار، وبتحافظ على المش وبتخليه احسن حاجة. انا بقى عاملاه بعيدا عن الفخار ده. انا بخاف من الحته بتاعت الفخار دي لانه مش بيبقى محفوظ قد كده، فانا عاملاه في برطمان او في حاجه كده زي البلاستيك زي ما شفتوها معايا، وحافظاه في التلاجة بتاعتي. الطريقة بقى سهلة وبسيطة ولذيذة جدا، ويا رب تعجبكم، وإن شاء الله أقدر أسهل لكم المعلومة وأبسطها لكم بطريقة سهلة، ويا رب أفيدكم إن شاء الله. انا بجيب الحليب بتاعي او اللبن زي ما بتسموه، معظم الدول العربية بيقولوا الحليب عشان المتابعين بتوعي اللي معظمهم خارج مصر. معظمهم مش بيفهموا قد ايه انا بقول اللبن يعني ايه، ففي ناس بتقول لبن وناس بتقول حليب. فانا بجيب الحليب بتاعي او اللبن بغليه، وبعد ما بغليه بسيبه يبرد خالص بالقشطه اللي بتتكون عليه زي ما هو. وبجيب الفلفل بتاعي ده بغسله وبسيبه بقى في مكان ينشف من الميه بتاعته خالص نهائيا. وببتدي احطه بقى في الخلاط بتاعي، وبحط عليه الحليب اللي يكون بارد تماما، يعني بتاكد ان هو خلاص برد خالص. وديت الحاجه اللي هحفظ فيها الجبنه القريش بتاعتي او المش بتاعي. دي بقى الحاجة اللي هحفظها في التلاجة، يعني هعينها بقى ايه في التلاجة، مش هسيبها بره. وممكن تحفظيها في الحاجة الفخار ديت وتحطيها بره التلاجة، بتقعد معاكي برضو محفوظة وبتبقى جميلة. الجبنة القريش بقى بتاعتي دي بجيبها، وبعد كده برش عليها كل يوم شوية ملح. يعني ايه؟ انا بحولها من جبنة قريش لجبنة قديمة، بحيث انها تقعد معايا سنة كاملة ويمكن اكتر كمان من السنة، محفوظة وجميلة جدا، ولا بتريم ولا بيحصل لها اي حاجة. وتفضلي طول الصيف بقى تطلعي الجبنة دي وبتبقى شاربة من الصوص اللي انا عاملاه ده. ومعظم الدول بيسموها مش، وفي معظم الدول يسموها او يقولوا عليها ازاي نحفظ الجبنة القريش ونحولها لجبنة قديمة. الطريقة دي سهلة جدا، والمش ده معروف في الدول العربية وعند الفلاحين. وازاي تعمليه بقى بطريقة جميلة كده، والله العظيم هتحبوه جدا هتعشقوه. وكمان الولاد هيحبوه جدا. دي المرتة بقى اللي بتطلع من السمنة البلدي، لما بتيجي تسيحيها بيطلع معاكي حاجة كده في القاع اسمها مرتة. شوفوا بقى بتسموها ايه في الدول بتاعتكم، وقولوا لي بقى في كومنت حلو عشان اعرف كل دولة بتسميها ايه. المرتة دي باخدها بقى وبروح نازلة بيها في اللبن اللي باقي معايا، برضو مغلي متعقم ساقع جدا او بارد جدا، يعني سايباه لما يبرد مش حاطاه سخن. وبروح مدوبه فيه ايه المرته بتاعت القمر دي، وبروح نازله عليه. بفرم الشطه بتاعتي او الفلفل الاحمر بتاعي، وبروح حاطه كل المكونات دي مع الحليب مع المرته على بعض. وادي الجبنه بعد ما نشفت معايا واتاكدت ان خلاص شربت الملح ونشفت ما عادش فيها اي ميه خالص، بنزل الميه بتاعتها ازاي رز كل يوم تقريبا. ببص عليها وبرش عليها الملح بتاعها.
هي كل يوم عن يوم بتصفي الميه بتاعتها لغايه لما بتنشف خالص من ميتها تماما. انا مش عايزه احفظها من غير ميه نهائيا، لان الميه في المش او في الجبنه القديمه دي هيبوظها وايه، هيطلع لها ريحه مش هتبقى احسن حاجه. خلاص. فاحنا هندوب بقى المرتة في اللبن المغلي البارد، وبقية اللبن هضربه في ايه، في شطة حمراء او في فلفل احمر. ولو مش عايزة تحطي شطة حمراء وهتبقى حراقة قوي، بلاش، حطي بقى ايه شطة طبيعية، اللي هو ايه، شطة سوداني، شطة مطحونة، اي نوع شطة عندك. الشطة ده تحفظها لمدة طويلة جدا ومش هيخليه يدود نهائيا. وبعيدا عن ان هو يدود او اي حاجة، ممكن انا بحفظه في التلاجة عشان اي حاجة برضو. طيب ايه، جبنة بقى شوفوا شكلها عامل ازاي. ممكن ترمي في المش ده بقى ايه، ممكن تحطي اللارنج، القشر السفندي، الترمس، اي حاجة انت حابة تحطها فيه حطها فيه. انا بس بعمله كده، شوفوا شكلها عامل ازاي. كمان والله العظيم ده لسه ما قدمتش كمان، دي المفروض تبقى جبنه قديمه. الجبنه القديمه دي يعني انا هوريها لكم، بس ان شاء الله يمر عليها 5 6 شهور على الاقل، بتتحول بقى من الجبنه الجديده بتاعتي دي لجبنه قديمه، طعم تحفه روعه، شارب من الصوص اللي انا عاملاه. وبرغيف عيش بلدي بقى، مع ايه، مع شويه زيت زيتون، وعيشي بقى. ويا سلام لو الخرطه دي اتهرست كده بظهر الشوكة، وحطينا عليها بقى معلقتين